الا كنت غادي نختصر لك حياتي كامله في فيديو واحد، غادي نقول لك هذا الكلام: ما عمري كنت كنتصور ان الحياه غادي تعلمني هاد الدروس كامله. انا ما تزاديتش وعندي كلشي، عشت ظروف صعيبه وخدمت خدمات ما كنتش كنحلم بها، وخسرت احلام كنت كنظن انها هي حياتي كامله. انا عندي واحد الحلم اللي كبير، هو انني نولي لاعب كره. كنت كنامن براسي، كنت عندي الموهبه، ولكن ما كانش عندي الوعي. واكبر غلط درته هو انني ما عرفتش نوازن ما بين القرايه والكره، وما عرفتش ان الموهبه بوحديتها ما كتكفيش. ومن اكبر الاخطاء اللي كنت كنعيشها هو انني ديما كنت كنتسنى الفرصه. كنت كنقول يمكن شي نهار شي واحد يشوفني، يمكن تجيني شي فرصه، يمكن ان الحظ يقدر يبدل حياتي. ولكن الحياه علمتني ان الفرص ما كتجيش اللي كيتسنى، كتجي ديما اللي كيوجد راسو ليها. ومن بعد خرجت من الدراسه، واليوم الا كاينه حاجه انني كندم عليها هي انني ما عطيتش للقرايه القيمه اللي كتستحق. ماشي حيت الوظيفه هي النجاح، ولكن حيت القرايه كتعلمك كيفاش تفكر، كتعلمك الوعي وكتزيد في قيمتك. واي انسان عنده قيمه العالم كله كيولي محتاج ليه. ومن بعد خدمت بزاف ديال الخدمات، خدمات صعيبه، لا وقت لا راحه ولا اجر كيستحق داك التعب، ولكن حتى هذه كانت مدرسه. علمتني ان الانسان الا ما طورش راسو غادي يبقى ديما مضطر انه يقبل باي واقع. ومن بعد اكتشفت اكبر عدو للانسان ماشي الظروف وماشي الفقر، ولكن العادات الخايبه، السكرول بلا هدف والاباحيه والعاده السريه والصحبه اللي كتضيع الوقت، واكثر حاجه هو العيش بلا هدف. هاد الحوايج كاع ما كيبانو خطيرين اليوم، ولكن كيهدموا المستقبل ديالك بشويه. وفي وسط هادشي كامل دخلت الرياضه لحياتي. في الاول كنت كنشوفها غير هوايه، ولكن مع الوقت فهمت انها كتربي العقل قبل الجسم. علمتني الانضباط والصبر وتحمل الالم والاستمرار اللي هو اهم حاجه. ومن بعد ولات عندي اهداف فيها، بغيت ننافس وبغيت نطور راسي وبغيت نوصل لواحد المستوى اللي يقدر يشرفني. ومن بعد دوزت التجربه ديال الخدمه العسكريه، وقبل ما ندخل كنت كنشوفها ديما بحال بزاف ديال الناس وكنحكم عليها غير من برا. ولكن ملي عشها فهمت ان اي مجال خصك تعيشه قبل ما تحكم عليه. علمتني المسؤوليه والالتزام وكيفاش ندير نتعامل مع الضغط، واهم حاجه هو احترام الوقت. علمتني ان الانسان القوي كيقدر يرجع يوقف كل مره. واليوم الا كنتي كتسولني شنو هو الهدف ديالي من هذا المحتوى، الجواب بسيط: انا ما كنجيش غير نوريكم كيفاش ديروا التريننج، كنحاول نشارك معكم اي درس تعلمته، اي تجربه واي خطا واي نجاح. باش يمكن يقدر شي واحد يختصر سنوات ديال الاخطاء اللي انا دوزتهم. ومازال كنعتبر راسي غير طالب، ومازال كنتعلم، وكل نهار كنحاول نولي احسن من البارح. واخيرا تعلمت واحد الحاجه اللي ما عمري غادي ننساها: الحياه ما كتعطيكش الشخصيه اللي بغيتي، الحياه كتعطيك الشخصيه اللي كتخدم عليها كل نهار. كل عاده مزيانه كديرها اليوم كتبنيك غدا، وكل عاده خايبه كتقبل بها اليوم كتخلص ثمنها غدا. هذا بني عقلك وبني الجسم ديالك وبني دينك وبني الكفاءه ديالك، حيت في هذا الزمان الانسان اللي كيبقى يتعلم هو الانسان اللي ديما كيبقى واقف.